السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا النهاردة من الاكلات الشتوية الجميلة اللي انا شخصيا بفضلها، حاجة كده رقيقة وشيك. طاجن المكرونة بالسجق، ومناسب جدا للعزومات والزيارات اللي ساعات بتجيلنا فجأة دي. هنبدأ الفيديو بالطريقة وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. في حلة على النار هضيف حوالي لتر مية، وانزل بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة زيت. وأول ما تسخن المية أنزل بالمكرونة. أنا استخدمت مكرونة قلم، تقدري تستخدمي النوع اللي تفضليه. هسيب المكرونة تتسلق من 8 ل 10 دقايق، وبيبقى مكتوب مدة التسوية على ظهر الكيس. بتفرق من نوع للتاني، ولكن الفرق بسيط، بيبقى دقيقة أو دقيقتين بالكتير، لحد ما توصل معانا لنفس الدرجة دي. هرفعها من على النار وأصفيها من المية. في حلة على النار هضيف 3 معالق كبار زبدة أو سمنة، وأنزل ب4 معالق كبار دقيق. هقلب الدقيق لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف جدا، وبعدين اسيبه ياخد غلوة صغيرة علشان طعم وريحة الدقيق تطلع منه. حوالي 5 ثواني مش اكتر، علشان ما يتحرقش منك ويدي مرارة للبشاميل. وانزل بالحليب تدريجيا علشان يخلي البشاميل ناعم وكريمي. لو نزلت بالحليب مرة واحدة هيعمل معاكي تكتلات. واضيف معلقة كبيرة قشطة بلدي، وتقدري تستغنى عنها تماما لو مش موجودة. واضيف البهارات. اظبط الملح على مزاجك. انا استخدمت معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وورق لورا وحبهان وقرنفل. هقلب البهارات لحد ما تختفي تماما، واستمر في التقليب لحد ما اوصل للقوام المناسب. بشاميل الطواجن بيكون خفيف زي بشاميل النجرسكو كده، بنفس القوام ده. وبكده يكون البشاميل جاهز معانا. هرفعه من على النار، وهنا هنجهز السجق. في طاسة على النار هضيف معلقة صغيرة سمنة بلدي او زبدة، وانزل بالسجق سليم زي ما هو. ما تقطعيش السجق قبل ما تحمريه علشان ما يتهرسش منك. هياخد لون خفيف من الجنبين، بنفس الشكل ده كده. وارفع السجق من على النار، وفي نفس الطاسة هضيف بصلة كبيرة مبشورة. هقلب البصل لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف، وانزل بفلفل الوان متقطع شرايح صغيرة. ممكن تستخدمي فلفل اخضر بس او المتاح عندك. هقلب الفلفل مع البصل لحد ما يدبل. انا في الوصفة دي مش هضيف بهارات، لان السجق فيه بهارات كفاية. انا هضيف نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة ملح حسب الطلب. وانزل بحبايتين طماطم متقطعين مكعبات صغيرة، واستمر في التقليب. هسيب الخضار يستوي على نار هادية جدا، ونقطع السجق. هقطع السجق قطع وسط، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. السجق لو قطعناه قبل ما يتحمر هيتهرق منك،
ومش هتعرفي تحمريه بسهولة، لكن الطريقة دي هتخليه متماسك معاكي وتقدري تقدميه بشكل حلو. هضيف السجق للخضار وهقلب المكونات مع بعضها حوالي دقيقتين علشان الخضار ياخد طعم السجق ويديني نتيجة حلوة. وكده الخليط يكون جاهز معايا، هرفعه من على النار. هضيف المكرونة البولة عميقة وانزل عليها بشوية من البشاميل، وهقلب البشاميل مع المكرونة، واضيف السجق، وهقلب المكونات كلها مع بعض. هجيب البايركس او الطواجن اللي هتدخل الفرن واضيف فيها شوية صغيرين من البشاميل وانزل بالمكرونة. هضيف كمية مناسبة ومش هوصل لاخر البايركس علشان باقي المكونات اللي هنضيفها. وعلى الوش هنزل بطبقة من البشاميل، هفردها على الوش بالشكل ده كده، وعلى الوش هضيف جبنة موتزاريلا. تقدري تضيفي ميكس جبن او جبنة رومي او جبنة شيدر. وعلى الوش هضيف فلفل شرايح وطماطم شرايح، هيديني شكل حلو. والطواجن برضو هحضرها بنفس الطريقة، واضيف البايركس لفرن ساخن مسبقا، فرن من غير شواية على درجة حرارة 150. هياخد لون من تحت وبعدين اشغل الشواية ياخد لون حلو من فوق. وبما اننا بنبقى كسلانين والجو برد، انا عملت الطواجن وغطيتها بورق ألمونيوم ودخلتها التلاجة يومين، وبعدين طلعتها حمرتها في الفرن، كانت جميلة جدا. حسيت وقتها ان انا عندي كنز، يعني ممكن تجهزي الوصفة وتسيبيها في التلاجة، هتنفعك وخصوصا في جوع اخر الليل المفاجئ ده، بس ما تسيبهاش اكتر من يومين. ولو هتسيبيها في التلاجة ما تحطيش عليها فلفل وطماطم غير وقت ما تيجي تحمريها. وهنا البايركس بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، الطعم والشكل والريحة ما شاء الله. تقدري تستبدلي السجق باللحمة المفرومة او قطع الفراخ او الكفتة. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير، ولو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بوصفات الجديدة. وان شاء الله في الفترة الجاية هنزل وصفات شتوية كتير ووصفات سريعة ومشروبات شتوية. اهم حاجة تكونوا متحمسين، والاهم تكونوا وصلتوا معايا لنهاية الفيديو. وبكده تكون وصفتنا اليوم خلصت. اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن ان شاء الله.